انتوا عايزين تقنعوني ان الستات اللي احنا شايفينهم قدامنا دول، البطلات دول، يعني تقريبا ممكن يكون واحدة وبنتها وابنها وجوزها بيشتغلوا في الارض هناك اهم. ممكن يكونوا دول هم اللي بيطلعوا بقى في التلفزيون قدامنا دلوقتي مع رضوى الشربيني ومش عارف والشيف شربيني والافلام والحوارات دي. يعني تعتقد يعني اللي دول هم دول؟ لا، دول منسيين خالص، دول مش موجودين، دول ما حدش بيجي ناحيتهم خالص، دول اللي متبهدلين بقى. هم دول بقى ستات البيوت. وممكن يكون الولد اللي بيشغل ده ممكن يبقى تلاقي مهندس، ممكن تلاقي الست اللي شغال، البنت اللي شغاله مع مامتها مع امها دي ممكن تلاقيها مثلا مدرسه. عادي خالص، المجتمع بتاعهم كده، البيئه كده، القريه كده، شغل جدعنه، شغل لشهامه ومروءه ونخوه. هم دول بقى اللي الواحد لما بيشوفهم بيبقى مطمن ان المجتمع لسه في خير. اه والله العظيم. لكن تطلع بقى على بتوع العيال بقى اللي بيلبسوا بلاطيل مسقطه ويركبوا تكاتك ويشغلوا مهرجانات ويطلعوا فيديوهات وحاجات غريبه كده بتحصل، شباب وبنات وقله ادب، تحس ان المجتمع منهار. لكن دول اللي الواحد بيحس ان لسه المجتمع فيه خير ان شاء الله، والمجتمع ان شاء الله هيرجع كويس باذن الله. من البيئه اللي احنا شفناها دي، من النموذج اللي احنا شفناه ده، دي اسره عندهم ارض وبيشتغلوا وبيساعدوا بعضهم. ما قالتش البنت لا انا ما استحيل انزل اشتغل في الارض، ازاي اشيل قش، وازاي؟ والولد برضه ما قالش مثلا انا لا ده انا متعلم ازاي، لا مش هينفع. ما فيش الكلام ده. ولا الام قالت ما ينفعش كذا، ما ينفعش انزل اساعدك، ما ينفعش مش عارف ايه، اجري على رزقنا واكلنا لوحدك. لا ما فيش الكلام ده. نازلين ربنا كريمهم بيشتغلوا، ربنا راضى عنهم، وجو حر اهو كمان، وقمة السعادة والرضا. يعني دول بعد ما يخلصوا شغلهم ويروحوا وياخدوا رزهم او غلتهم، شوف السعادة اللي عندهم والرضا اللي عندهم ايه. حاسين بيحسوا بسعادة ورضا ما فيش حد ثاني بيحسها بصراحة يعني. فربنا يصبرهم ويكتر من امثالهم ويصلح مجتمعنا، ويبعدنا عن المؤسسات النسوية ديت والمؤسسات بتاعت حق المرأة وحق الرجل وحق الزوج وحق الزوجة. لان كل الحاجات ديت انا ما بعترفش بيها. انا بعتقد ان هي تمويلها كله اصلا من بره مصر، شغل كل الهدم المجتمع وهدم بيئة المجتمع. فما كل ده ملوش لازمة. فيا جماعة، الناس اللي بتشوف ستات او بتشوف بنات على التيك توك او تشوف بنات على الفيس والكلام من ده، مش هم دول المصريين. مش هم دول المصريين اللي بجد بقى. هم اللي دول اللي شغالين مع بيساعدوا ابوهم او تساعد جوزها او بتساعد اخوها. هي دي البيئة المصرية، هي دي العيلة المصرية اللي بجد. دي الناس المحترمة، الناس الشقيانة، الناس اللي تستاهل كل خير، والكل لازم ينظر ليهم، يوفر لهم كل الخدمات، يوفر لهم كل التقدير. هم دول. سيبك من الأم المثالية دي بقى. الأم المثالية اللي بتطلع تشتغل مع جوزها في الأرض وولادها متعلمين بيطلعوا يشتغلوا معاها، وربنا يبارك في حياتهم. مش عايزين نحسدهم يعني، ربنا يبارك في حياتهم ويبعد عنهم العين، ويرزقنا جميعا الصلاح ويهدينا إلى الطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.